الإنسان لازم يكون إيجابي ويا الأفراد السلبيين. لا تقعدوا. الأفراد السلبيين ينقلون إليكم السلبيات إلا لعلاجهم، العلاج ذاك بحث آخر. الأفراد المشككين، أكو أفراد يطرحون تشكيكات. فد مرة قلت لكم أن كل شيء قابل للتشكيك حتى وجودكم ووجودي. أكو أفراد كل يطرحون شبهات، لا تقعدون وياهم، يخربون روحيتكم. الكتب اللي تنشر حالة السلبية والتشكيك، التشكيك الفكري والسلبية النفسي، أصلا لا تطالعون هاي الكتب. القنوات الفضائية اللي تبث الروح السلبية والتشكيك لا تشوفوها، هاي تخرب دنياكم وآخرتكم. واحد دائما يجب أن يعيش في الجو الإيجابي ويحاول أن يوحي لنفسه بالإيجابي، ولا يقول ما أقدر، ولا يقول الآخرون يختلفون عني، لا، يقول أقدر بإذن الله، أتوكل على الله، إن شاء الله يصير، ماكو هنالك مستحيل، كل شيء ممكن بإذن الله تعالى، إلا جمع النقيضين وارتفاع النقيضين. فقط في الوجود عندنا شيئان مستحيلان، اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. أي مستحيل آخر في الوجود ما عندنا. هذه الطاقات الكبرى اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها نستفيد منها. احنا نعيش في هذه الدنيا أيام قلائل وبعد كم يوم ننتهي، وهذه الطاقات تنتهي. واحد عندما يدخل مرحلة الشيخوخة تنتهي هذه الطاقات. واحد يستفيد من هذه الطاقات للتقدم في مجالات العلم، في مجالات العمل، وفي التقرب إلى الله سبحانه وعبودية الله سبحانه وتعالى التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا في يوم من الأيام كنتوا قاعدين في الغرفة شفتوا الأفكار السلبية هجمت عليكم، فورا اطلعوا من تلك الغرفة، لا تعيشون في تلك الحالة، فورا غيروا. أكو في الأحاديث إذا واحد غضب خليه يقوم يتوضأ، يغير تلك الحالة. الشيطان لا يستدرج الإنسان شيئا فشيئا.